لو مش متابع آخر تطورات الحرب على إيران فالفيديو ده ليك. أسرار وكواليس مش هتشوفها عند أي حد. البيت الأبيض فضل مستني يوم الاتنين بطوله، مستني إيه بقى؟ إشارة من إيران علشان تقول إنها هتبعت فريقها اللي هيتفاوض في باكستان. يعني إيه الكلام ده؟ اللي حصل إن أمريكا وإيران كانوا متفقين إن هم يقعدوا في باكستان يوم الاتنين 20 إبريل، ولكن إيران ما ردتش على أمريكا وقالت إنها مش متأكدة إنها هتبعت حد. أخطر تقرير لموقع أكسيوس بيقول 3 مصادر أمريكية أكدت إن جيدي فانس نائب الرئيس ترامب هيسافر النهارده ويروح باكستان، وده ليه؟ علشان المحادثات مع إيران ويخلصوا الموضوع بالاتفاق لإنهاء الحرب. التقرير ده من أخطر التقارير في توقيتها، ليه بقى؟ لأنه خلال ساعات هتنتهي هدنة وقف إطلاق النار، وترامب بيهدد في المقابل زي كل مرة علشان يضغط على مين؟ على إيران. بيقول إيه بقى؟ انه هيدمر كل الكباري وكل محطات الطاقه في ايران، وده لو ما وصلش لاتفاق معاه. تقرير اكسيوس بيقول ان رغم صعوبه الوصول لاتفاق شامل في الوقت الضيق ده، الا ان ترامب ممكن يوافق على تمديد الهدنه تبقى اسبوعين وشويه، وده لو ظهرت بوادر تقدم. اللي انت ما تعرفوش بقى ان ترامب اصلا زود يوم عن الاسبوعين. المفروض ان الهدنه تخلص خلال الساعات الاولى من يوم الثلاث النهارده 21 ابريل، لكنه زود يوم كده جدعانه من عنده يوم الاربع 22 ابريل. مصدر مطلع بيقول لاكسيوس ان الايرانيين بيمطلوا والحرس الثوري بيضغط على المفاوضين. من الاخر كده مفيش محادثات غير لما امريكا تنهي حصارها على مضيق هرمز. هنا بيذكر التقرير دور الوسطاء زي مصر وتركيا وباكستان بيحاولوا يقنعوا الايرانيين ان هم يحضروا الاجتماع، والفريق الايراني كان مستني موافقه المرشد الاعلى. واللي صدرت امتى بقى الموافقه دي؟ امبارح بالليل. مين تاني من امريكا هيكون في الوفد؟ طبعا الاثنين اللي ترامب بيبعتهم لما يعوز يسوي اي حكايه، شاطر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ايه اللي مخلي بقى الموضوع معصلج معاهم؟ او بمعنى تاني ايه الخلافات اللي الطرفين مش عارفين يتوصلوا لاتفاق حواليهم؟ اول مشكله البرنامج النووي الايراني، وده ليه 3 طروحات: التنازل التام وده امريكا عاوزاه، او تجميد البرنامج ويتاجل له كام سنه. واليورانيوم اللي تم تخصيبه يروح فين بقى؟ يروح لدولة ثالثة علشان يضمنوا ان الاتفاق ده يتم، وده بقى كل طرف متربس دماغه عليه. حكاية قفل وفتح المضيق دي عمرها ما كانت نقطة خلاف، دي حاجة على الهامش كده. ومع انتهاء الهدنة واللخبطة اللي حاصلة دي، والمفروض ان هم يتوصلوا لاتفاق خلال ساعات قبل الهدنة ما تنتهي، هل هنشوف فعلا الوفدين قاعدين مع بعض في باكستان فعلا النهاردة، ولا ايه اللي هيحصل؟ خلينا متابعين مع بعض في النقطة صفر. هقول لك على كل جديد، مش بس في المفاوضات، في المجال العسكري والسياسي في العالم كله.